اهلا بيكم. النهارده تدريب عملي على طبقه جواب الجواب، واللي كتير من الناس بيقولوا ما بعرفش اطلع لطبقه جواب الجواب. انا يا مروه بيحصل لي ارهاق صوتي لما بطلع لطبقه جواب الجواب. وخلي بالكم الاعلان ده صعب جدا، وفي كمان ملغم بحرف كلنا بنخاف منه، حرف الكاف. دربت جنتلمان قبل كده وقال لي مروه الكاف والقاف دي حاجه بسيطه جدا جدا، والحروف دي ما حدش يعني بياخد باله منها. عايزه اقول لكم ان هو لما لقى اعلان بيسكريم كله كاف ملغم بالكاف، فقال يا مروه انا هرجع تاني اتدرب على مخارج الألفاظ والكاف والقاف. خلي بالكم إن الكاف والقاف أو الذال أو الظه، الحروف دي أو الثاء، مثلا لما أجي أقول ديتول تحارب الجراثيم، لازم أكون بعرف أنطق أو ألفظ الثاء بشكل صحيح. خلي بالكم إن المخارج دي بتبين قد إيه أنت بروفيشنال أو لا. تعالوا بينا نشوف الإعلان، والإعلان ده حيوي جدا وفيه سرعة، يتطلب منك قوة تنفس، يتطلب منك قوة صوت، يتطلب منك إنك تكون بتتدرب على طبقة جواب الجواب، وكمان في فيتاليتي عالية وسرعة. تعالوا كده نشوفه ونقول بسم الله. بسكريم عملت بسكريم دارك، بسكوت كاكاو، من جوه كاكاو من بره كمان كاكاو، اكسترا كاكاو، واكله كاكاو، شاربه كاكاو، نازله كاكاو، طالعه كاكاو، شايله كاكاو، مردومه كاكاو، مسافره كاكاو، مهاجره كاكاو، بتكوكو في الكاكاو. بسكريم اجمد بسكوته جواها كاكاو، وبسكريم دارك من جوه كاكاو ومن بره كمان كاكاو. بسكريم عملت بسكريم دارك، بسكريم فيها اللي محليها. الاعلان ده صعوبته انه سريع، صعوبته انه التنفس لازم يكون قوي، ولازم تطلع لطبقه عاليه وهي طبقه جواب الجواب. الاعلان ده لما الناس بتتدرب عليه صوتها بيرهق، لازم تتاكد كويس قوي انك بتتدرب على طبقات الصوت، انك تكون اتقنت القرار والجواب اللي هي الوسط، وجواب الجواب اللي هي اعلى رينج صوتك او السيلينج بتاع صوتك اللي هو سقف صوتك، الصوت العالي. خلي بالكم ان التدريب بيجي واحده واحده. طب افرضي يا مروه انا ما بعرفش اطلع لطبقه جواب الجواب، هناخد صوت فولسيتو. فولسيتو بالايطالي معناها صوت مستعار. اتدرب على صوت فولسيتو لحد ما تعمل بوليشنج للصوت في المكان اللي طالعه منه طبقه جواب الجواب، وهي منطقه الراس. لما نيجي نتدرب زي الاطفال كده بنقول واحد اتنين تلاته اربعه، في بعض الناس ما بتعرف تجيب طبقه جواب الجواب لان هي هاديه بزياده، فهاتوها بطبقه الاطفال، واحد اتنين تلاته اربعه، بعد كده واحد اتنين تلاته اربعه، واحد اتنين تلاته اربعه، واحد اتنين تلاته اربعه. هتلاقي بس انت بتعمل اكتيفيت للصوت داخل الراس او في المكان اللي بيطلع منه طبقه جواب الجواب لحد ما يحصل بوليشنج. الصوت عامل زي الزهره، ان احنا لما بنقطف الزهره بنعمل بوليشنج، بنشيل من حواليها الشوك. فكذلك طبقه جواب الجواب عشان تطلع لها الاول، بعد كده تعمل بوليشنج، بعد كده تعمل تزيين ليها، فاطلع لها بطبقه الاطفال واحد اتنين تلاته اربعه، واحد اتنين تلاته اربعه، واحد اتنين تلاته اربعه. فبالتالي هتلاقيها طبقه بقت سهله جدا جدا معاك. اتدرب كتير، خلي تنفسك يكون قوي، بالتالي هتعرف تطلع لكل طبقات الصوت. احنا عندنا في كورس فن الدوبلاج والتعليق الصوتي بندربكم على طبقات الصوت، بتتدربوا على سكريبتات منها اعلانات منها دوبلاج، وان شاء الله في الفتره الجايه هننزل كمان سينز كرتون فيها طبقات الصوت عشان نتدرب اكتر كمان في الدوبلاج. طبقه جواب الجواب كمان بتستخدم في التعليق الرياضي، يعني هتلاقي المعلقين الصوتيين وجون 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 وبيرقص يا حبيبي يا حبيبي العب، او بيحفزوا ان يلعب داخل الملعب. الله ات سو ماتش انك تتدرب على طبقه القرار والجواب وجواب الجواب عشان تعرف الفرق ما بينهم، عشان تعرف الاحساس. الطبقات بنعرفها بالاحساس او تقوي احساسك بيها من خلال انك تتدرب عليها. نشوفكم كل الخير والحب وفي فيديو جديد. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وشاركوا المعلومات دي مع حد انت بتحب انه يكون متميز في مجال الدبلاج والتعليق الصوتي او في مجال الصوت عموما.